If you can't live the injustice, at least tell everyone about it. متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده. امبارح شفنا المنتخب الوطني تحت قياده كابتن حسام حسن واولى مباريات تصفيات كاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب، المباراه اللي كانت قدام المنتخب الرأس الأخضر، وقدر المنتخب المصري إن هو يكسب 3-0. هنتكلم عن المباراة وهنتكلم عن الشغل الفني اللي اتعمل في المباراة، وإزاي كابتن حسام حسن قدر إن هو يخرج بفوز عريض على منتخب كان صعب قدامنا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وتعادلنا معاه بشق الأنفس مع الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية. إزاي كابتن حسام حسن قدر إن هو يتغلب على المنتخب ده بثلاثية نظيفة. كمان في حلقة النهاردة هنشوف آخر تطورات ملف التعاقدات في النادي الأهلي إيه، هنشوف إحنا وصلنا لغاية فين، هنشوف إيه اللي ناقصنا، وهنشوف إيه اللي ناقص مستر مارسيل كولر، واللي مستر مارسيل كولر طلب الإدارة بيه، واللي لسه لغاية دلوقتي الإدارة ما قدرتش إن هي تنفذه لمستر مارسيل كولر. وهنشوف برضو آخر تطورات صفقة محمد علي بن رمضان. حلقة إن شاء الله تكون مفيدة لينا جميعا. في البداية كده ما تنساش إن أنت تدعي لإخواتنا في فلسطين وفي اليمن وفي السودان وفي كل الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويعزهم ويجعل النصر حليفهم إن شاء الله. ولو أنت شفت الحلقة للآخر وعجبتك الحلقة وعجبك محتوى الحلقة، ما تنساش بقى ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وشير. ويلا بينا بقى، جهز لنفسك مشروبك المفضل، هات ورقة وقلم، شد حزامك، خد نفسك العميق، وتعالى بينا ندخل في التفاصيل. طيب في البداية كده صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلينا نبتدي بالحدث الأهم اللي كان حصل امبارح، وهو مباراة منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. زي ما أنت عارف إنه منتخب مصر موجود في المجموعة الثالثة في 12 مجموعة بيصعد منها أول وثاني لكأس الأمم الأفريقية. منتخب مصر متواجد في المجموعة الثالثة، ومعانا الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا. منتخب المصري امبارح كان بيبتدي التصفيات على ارضه هنا في مصر قدام منتخب الرأس الأخضر، المنتخب اللي ظهر بمستوى جيد جدا ومن المنتخبات الصاعدة الجديدة في قارة أفريقيا، والمنتخب اللي لعبناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ويعني كان ماتش صعب جدا. هو كان بيلعبنا كمان بالفرقة الثانية تقريبا، وكان مريح معظم نجومه لأن هو كان بيلعبنا في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، وكان كسب أول مباراتين ويعني ضمن تأهله. وكانت مباراة صعبة جدا، اتعادلنا معاهم بشق الأنفس لو تفتكر بهدف مصطفى محمد، فكان منتخب صعب جدا. امبارح بقى كابتن حسام حسن عمل مباراة من وجهة نظري أكتر من رائعة، شغل فني عالي جدا. ويعني كابتن حسام حسن بدأ بتشكيلة جيدة جدا بيلعب فيها اللعيبة القوام الأساسي للمنتخب. طبعا محمد عبد المنعم مش موجود لأنه هو اعتذر عن المشاركة نظرا لأنه هو لسه كان رايح لفرقته نيس وحابب أنه هو يتأقلم، واعتذر للجهاز الفني. كمان إمام عاشور اللي اتصاب قبل المباراة في التدريبات، وكابتن حسام حسن خرجه من المعسكر عشان ما تتفاقمش عليه الإصابة. فكابتن حسام حسن عمل تشكيلة كده في نص الملعب، يعني بيلعب بحمدي فتحي ورا جنب رامي ربيعة، وبيلعب على اليمين بمحمد هاني وعلى الشمال بمحمد حمدي. وفي نص الملعب بقى تشكيلة كده ثلاثية عبارة عن مروان عطية، محمد السيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ثلاثي كده في خط الوسط وفي نص الملعب. وعلى اليمين بقى محمد صلاح قدامهم، على الشمال عمر مرموش، وقدامهم راس حربة مصطفى محمد. تشكيلة وبداية، ويعني زي معظم او زي اغلب مباريات كابتن حسام حسن، الشوط الاول بيبقى شوط قوي جدا للمنتخب المصري، ودي بدايه يعني او ده شغل حسام حسن مع اي فرقه هتشوف ان هو مسكها. ومع المنتخب الشوط الاول لكابتن حسام حسن بيبقى شوط قوي جدا، المنتخب بتاعنا بيبقى قوي جدا، بيبقى شرس جدا، بنعمل ضغط عالي جدا، بنمرر، بتبقى الكره الثانيه لصالحنا، بنضغط وبنعمل شغل عالي جدا. وقدرنا في الشوط الاولاني ان احنا نسجل هدف والتاني، وكان اداء اكتر من رائع الصراحه في الشوط الاولاني، ويعني خرجنا باللي احنا عايزينه، جبنا هدفين وضيعنا
كمان هدفين او 3 كمان محققين، وفي شغل فني في الملعب. يعني لما تشوف مثلا الكور الثابته بالتحديد، وده يعني اقدر اقول لك بمنتهى الثقه ان دي حاجه كابتن حسام حسن وارثها من الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، هي شغله او نقطه الكرات الثابته. شفنا مثلا الكره بتاعت الضربه الركنيه اللي اتلعبت لمحمد صلاح، ومحمد صلاح ريحها لتريزيجيه من لمسه واحده. كانت كره لو كانت الكره دي جت جون كنا هنشوف لوحه فنيه يعني كويسه جدا وجميله جدا. فحاجات زي دي بتوضح لك ان كابتن حسام حسن قد ايه هو متاثر بكابتن محمود الجوهري في الكرات اللي زي دي. فشوط اول كان شوط عظيم جدا من المنتخب المصري، من احلى الاشواط للمنتخب المصري اللي ممكن تشوفها في اخر فتره يعني. حتى كمان في الشوط الثاني اللي احنا بنقل فيه، وكعاده الفرق اللي بيمسكها كابتن حسام حسن، الشوط الثاني ما بيبقاش على قدر المستوى الفني ولا على قدر الكفاءه بتاعت الشوط الاولاني، ولكن مع ذلك قدر المنتخب المصري ان هو يحافظ على نفسه، يحافظ على رتمه، يحافظ على مستوانا هبط شويه، ولكن كنا بنوزع الجهد. ما تنساش ان احنا اللعيبه دي لسه راجعه بعد موسم اسطوري، موسم ماراثوني طويل جدا في الدوريات المصريه وفي الكره المصريه. اكتر من سنه بنلعب، او اللعيبه دي اغلب اللعيبه دي لعيبه اهلي وزمالك وبيراميدز بتلعب بقالها اكتر من سنه في الموسم، ولسه في لعيبه جايه او راجعه لسه للتدريبات. اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا لسه راجعه للدوريات من جديد، فلسه اللياقه البدنيه مش في احسن احوالها. فالشوط الثاني كما هو متوقع، وكما كان متوقع، اللياقه البدنيه بتاعتنا قلت شويه، مستوانا الفني قل شويه، ولكن قدر المنتخب المصري ان هو يحافظ على ثباته في الملعب، يحافظ على ان هو صاحب الكلمه العليا في الملعب. منتخب الرأس الاخضر شد حيله في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، وكان ليهم اكتر من هجمه خطيره، ولكن منتخب مصر وكابتن حسام حسن لما لقى انه في عدم يعني اتزان شويه، وفي الرأس الاخضر بدأت تبقى خطيره شويه، عمل تغييراته. شفنا مصطفى فتحي بينزل، شفنا ابراهيم عادل بينزل، واضافوا للجبهه الهجوميه، وقدرنا ان احنا نسجل الهدف الثالث عن طريق ابراهيم عادل بعد هجمه وبعد كوره جميله جدا. وقدر المنتخب المصري ان هو يسجل الهدف الثالث، وكنا احنا لسه اصحاب الخطوره واصحاب اليد العليا في المباراه. مباراه الصراحه شايفها ان هي كانت جميله جدا في يعني اغلب المباراه. لو انا عن نفسي لو حد تقييم لكابتن حسام حسن هديله 8.5 من 10 في المباراه ديت، في ادارته للمباراه بشكل عام، وبمنتهى الصراحه يعني. وعشان برضو الواحد يكون امين مع نفسه وامين في الكلمه اللي هو بيقولها يعني. كابتن حسام حسن من ساعه ما جه المنتخب المصري ومن ساعه قيادته للمنتخب المصري، انا شايف ان هو ماشي بخطه ثابته جدا، وشايف ان احنا لازم كلنا نختلف او نتفق مع كابتن حسام حسن، دي حاجه، ولكن الراجل بيقدم شغل محترم جدا مع المنتخب. الراجل لغايه دلوقتي تقريبا مسك المنتخب في 6 مباريات، تقريبا 6 مباريات، مباراتين في البطوله الوديه اللي كانت بطوله العاصمه الاداريه، مباراتين في تصفيات كاس العالم، ودي المباراه الخامسه تقريبا، 5 مباريات. خسر بس قدام كرواتيا، ودي نتيجه مقبوله، انت بتلاعب واحد من او منتخب من المنتخبات المصنفه على مستوى العالم، فخسر بس قدام كرواتيا. وكسبنا 4 أو كسبنا 3 مباريات تانيين، وتعادلنا مباراه خارج ارضنا في تصفيات كاس العالم، وكنا احنا الاقرب ان احنا نكسب فيها كمان. فشايف لغايه دلوقتي بصراحه كابتن حسام حسن عامل شغل محترم جدا فنيا، في حاجات فنيه بتشوفها في ارض الملعب، في تكتيك فني، في جمل فنيه تقدر ان انت تشوفها في ارض الملعب. فيعني رايي الشخصي انا عن نفسي في حاجات كتير اعترض فيها مع كابتن حسام حسن يعني، وفي حاجات اقدر انصح بيها كابتن حسام حسن. ويعني شايف مثلا انه كابتن حسام حسن المفروض ما يتكلمش كتير في الاعلام، لان هو ما عندهوش ملكه ان هو يتكلم في الاعلام، وبيحصل فيه كلام احيانا منه ممكن يعمل مشاكل، ما بيقدرش ان هو ينقي الكلمات اللي يقولها، بيحصل فيه تصادم ما بينه وما بين الانديه او ما بين الصحفيين. فمن وجهه نظري ان كابتن حسام حسن يعني ما يتكلمش، ويبقى فيه متحدث اعلامي لاسم المنتخب او باسم المنتخب، لانه من الواضح ان كابتن حسام حسن وبالتبعيه كابتن ابراهيم حسن ما عندهمش الملكه دي، ما عندهمش ملكه ان هم يتكلموا ويعني ويطلعوا باراء صحفيه او باراء للجماهير، او يتكلموا في مؤتمرات صحفيه بيبقى فيه نوع من انواع الخروج عن النص احيانا، وكابتن حسام حسن ما بيقدرش ان هو يمسك نفسه. فدي حاجه
اعيبها على كابتن حسام حسن بما انه هو بقى المدير الفني لمنتخب مصر، ان هو المفروض ما يدخلش في تصادمات وما يدخلش في حوارات جانبيه، ولكن على المستوى الفني في الملعب لا، كابتن حسام حسن وجهه نظر انا ومين انا بيقدم اداء رائع جدا مع المنتخب لغايه دلوقتي، محقق كل التارجت اللي هو الراجل محطوط له لغايه دلوقتي، بيقدر ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباريات. الحمد لله المباراتين اللي لعبناهم في تصفيات كاس العالم كسبنا مباراه وتعادلنا مباراه واحنا لسه اول مجموعتنا وبفارق محترم عن الفرقه اللي ورانا 4 نقط. في تصفيات كاس الامم الافريقيه وفي البدايه قدام منتخب قوي ومنتخب تعبنا في كاس افريقيا، قدمنا شوط حلو وقدمنا مباراه حلوه عموما في العموم، وقدرنا ان احنا نكسب نتيجه كبيره 3-0، وكانت ممكن النتيجه تكبر اكتر من كده. فمن وجهه نظري شايف ان كابتن حسام حسن لازم نوجه له كلنا كل الدعم علشان يعني ان شاء الله يحقق كل اللي احنا بنحلم بيه كجماهير مصريه. طبعا المجموعه بتاعتنا فيها كمان معانا زي ما قلت لك كده بوتسوانا وموريتانيا، وفي مباراه المفروض ان هي هتتلعب بعد شويه، والمباراه اللي جايه لينا ان شاء الله كمنتخب مصر هتبقى يوم الثلاثاء اللي جاي مع منتخب بوتسوانا هناك في بوتسوانا الساعه 4 العصر. ان شاء الله يعني اتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، نخرج يعني ما نخسرش، دي اهم حاجه، ونخرج ان شاء الله بنتيجه مرضيه، التعادل او ليه لا الفوز، يعني احنا قادرين بالسكواد اللي معانا ان شاء الله ان احنا يعني نكسب من هناك، ان شاء الله نكسب ونحقق الفوز، ويعني يبقى عندنا 6 نقط يريحونا في يعني قادم مشوار التصفيات اللي هو هيكون ان شاء الله يعني مريح بالنسبه لنا. انت اول وثاني في كل مجموعه بيصعدوا، فان شاء الله منتخب مصر يعني يبقى ضامن صعوده لكاس الامم الافريقيه. طبعا بعد مباراه امبارح كان في شويه اصابات عندنا، رامي ربيعه شفناه اتغير او شفناه يعني ما قدرش يكمل المباراه، ولكن اصابته الحمد لله مش كبيره، يعني على حسب الاقوال الوارده من اتحاد الكره ومن الجهاز الفني والجهاز الطبي لمنتخب مصر ان هي اصابه مش كبيره وهيقدر ان هو يلعب الماتش اللي جاي. لكن بالنسبه بقى لعمر مرموش ومصطفى محمد اللي هم كمان اتعرضوا لاصابه، عمر مرموش عنده اصابه رخمه شويه، جزع في الرباط الخارجي للركبه، ومصطفى محمد عنده اصابه في العضله الخلفيه، فالاثنين دول تم استبعادهم من معسكر منتخب مصر، وللاسف طبعا قوتين ضاربتين ولاعبين اساسيين في منتخب مصر مش هيقدروا ان هم يكونوا معانا في مباراه بوتسوانا، ولكن الخيره في اللعيبه الثانيه، عندنا اللي يقدر يعوض، عندنا مصطفى فتحي، عندنا زي ما شفنا ابراهيم عادل، عندنا بره ناصر ماهر، ففي اكتر من لعيب يقدر ان هو تريزيجيه، طبعا عندنا اكتر من لعيب يقدر ان هو يعوض الاثنين دول، فان شاء الله منتخبنا يقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه اللي جايه قدام بوتسوانا في الجوله الثانيه من تصفيات كاس الامم الافريقيه. طيب نيجي بقى على الموضوع التاني، وموضوع يعني بقى دمه رخم جدا واتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت وبنتكلم عنه برضو في الحلقه دي، وهو موضوع الصفقات في النادي الاهلي. واصلين ليوم 7، الحلقه دي بتتسجل يوم 7 سبتمبر 7/9، والاتحاد الافريقي بعد ما مد القيد الافريقي ليوم الخاص بمباراه السوبر طبعا ليوم 12 سبتمبر، فلسه قدامنا 5 ايام. ما بكلمكش على القيد المحلي لان هو لسه شغال معانا شويه، بكلمك على القيد الافريقي. وصلنا اليوم 7 سبتمبر ولسه قدامنا 5 ايام، واحنا لسه لغايه دلوقتي عندنا بطء في الاداره التعاقدات في النادي الاهلي، بطء غير مفهوم وبطء بقى يزهق بصراحه. يعني انا مش عارف ايه المشكله اللي في لجنه التعاقدات، وبنقولها للمره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، وهنفضل نقولها طول ما احنا شايفين يعني التقصير الباين جدا في لجنه التعاقدات في النادي الاهلي. في عندنا مشكله كبيره جدا، في عندنا لا مبالاه من وجهه نظري، لا مبالاه في التعاقدات. يعني احنا لجنه التعاقدات محسنه مثلا ان احنا لسه قدامنا مثلا اسبوعين 3 4 على ما القيد يقفل. هل مثلا لجنه التعاقدات هتفاجئنا ان هي مجهزه كل حاجه وفي يوم واحد هنسمع مثلا 2 تيك تاك وهنشوف مثلا صفقتين 3 بيتم التعاقد معاهم؟ مش عارف، ما ده ما كانش بيحصل قبل كده. في عندنا بطء كبير جدا في التعاقدات، ولغايه دلوقتي بالورقه وبالقلم كده انت مشيت ناس مهمه من الفرقه، وهرجع اقول تاني انت مشيت ناس مهمه من الفرقه وعوضت في اماكن معينه بس من اللي مشوا. يعني مشيت محمد عبد المنعم فجبت مكانه اشرف داري اضافه قويه، وجبت مكانه يوسف ايمن واضافه برضو ان شاء الله قويه ونتمنى له التوفيق. مشيت اليو ديانج في نص الملعب، ما عوضتوش لغايه دلوقتي، ما عوضتش لاعب بقيمه اليو ديانج لغايه دلوقتي. مشيت احمد عبد القادر في الجناح، ما عوضتوش برضو لغايه دلوقتي. طبعا كهربا العرض اللي كان جاي له اترفض، والحمد لله ان هو اترفض، لان انت لسه يعني لو هتمشي كهربا كمان ما جبتش حد مكانه.
والراجل غير كده بقى، يعني سيبك بقى من الناس اللي ماشت دي، الراجل اصلا كان طالب من غير حاجه اصلا ان في بقى في اضافات للفرقه. يعني لو كان محمد عبد المنعم لسه معانا، ولو كان لسه اليو ديانج معانا، واحمد عبد القادر معانا، وكريستو لسه معانا برضه اللي هو كمان مشى، الراجل كان كده كده اصلا طالب اضافات تانية. انت اصلا لسه ما جبتش الاضافات التانية دي. يعني انت اليو ديانج مشى زي ما قلت لك، ولسه لغايه دلوقتي احنا لسه بنتكلم في صفقه محمد بن رمضان. طبعا اتمنى محمد بن رمضان يبقى معانا، اتمنى طبعا محمد علي بن رمضان يبقى معانا. مين عاقل ما يتمناش ان لاعب زي ده يبقى معاه؟ فاتمنى واتمنى يا رب ان تبقى في مفاجاه بعد معسكر منتخب تونس، زي ما كلنا او زي ما اغلب الناس يعني بتقولوا، زي ما اغلب الناس عندها الامنيه دي، ان يبقى في حاجات جديده بعد معسكر منتخب تونس. اتمنى ذلك، ان محمد علي بن رمضان يجي. ولكن لو محمد علي بن رمضان ما جاش، ولو كلنا صح يعني اتفاجئنا او كلنا اتحطينا قدام الموقف ده، معسكر منتخب تونس المفروض ان هو يخلص يوم 10 او يوم 11، هيبقى عندك يوم او يومين هتقدر تجيب لاعب افريقي او لاعب افريقي او لاعب اجنبي رقم 5 عندك. انت كده عندك 4 اماكن هتقدر تجيب في المده يعني القليله دي اللاعب رقم 5. هتقدر ان انت تجيب حد في مركز الجناح يعوض احمد عبد القادر. هتقدر تجيب مهاجم تاني حتى لو فلسطيني مع وسام ابو علي ومع محمود عبد المنعم كهربا. بصراحه ملف سيء جدا. يعني لو هنقيم اداره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ليه حاجات ايجابيه كتير. وهرجع واقول تاني، انا ضد ان حد يقول ان المجلس ده مجلس فاشل، ضد الكلام ده خالص. المجلس ده ناجح، ومش انا اللي بقول ناجح، الارقام بتقول ناجح. ارقام كره القدم ناجح، ارقام كره اليد وكره الطايره في السنوات اللي فاتت، يعني ما بكلمكش بس في اخر سنه، في السنوات اللي فاتت. فالمجلس ده ناجح جدا جدا جدا. ولكن زي اي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات، المجلس ده من اكتر الحاجات السلبيه عنده هي التعاقدات. ملف سلبي جدا، وملف يؤخذ عليهم سلبيا جدا جدا جدا. شيء غير مفهوم وغير مبرر كم التأخر اللي احنا فيه، وشيء غير مفهوم وغير مبرر التأخير والبطء في التعاقدات، والبطء في ان احنا بنكلم اللعيبه وبنتفاوض مع الانديه وبنتفاوض مع اللعيبه، وان احنا ما نبقاش مجهزين نفسنا. وهنا هسأل سؤال، شفت الزمالك في اخر كام يوم عمل ايه؟ 2 3 4 من رجال الاعمال اللي في مجلس الاداره بتوعه اتبرعوا له بما يقارب ال7 8 مليون دولار. ما طبعا ما تبرعوش، يعني هم هيبقى مطالب نادي الزمالك ان هو يسدد لهم الفلوس ديت، ولكن يعني ادوا له 7 8 مليون دولار. شفنا الزمالك عمل ايه صفقات. اتعاقد مع عمر فرج اللاعب الفلسطيني اللي كان المفروض ان النادي الاهلي داخل في مفاوضات معاه، ومارسيل كولر هو اللي يعني محبش ان هو يجي. اتعاقد مع اللاعب الجابوني مش فاكر اسمه دلوقتي، اتعاقد مع اللاعب المغربي بنتايك، وفي لعيبه تانية المفروض ان نادي الزمالك داخل في مفاوضات معاها. هنا بقى سؤال، هل النادي الاهلي بقى عنده ازمه دولاريه خانقه كده لدرجه ان نادي الزمالك بقى بيعرف يجيب لعيبه بالدولار، وبقى بيعرف يتفاوض مع لعيبه بالدولار، وبيجيب صفقات بالدولار، حتى لو هي صفقات سيبك من الجانب الفني، انا بكلمك في الفكره نفسها. والنادي الاهلي ما عندوش رجال اعمال يقدروا ان هم يساندوه. احنا ما شاء الله لو جينا عدينا يعني رجال الاعمال اللي في مجلس اداره النادي الاهلي كتار، ورجال اعمال تقيله في البلد، محمد الجرحي، محمد الضماطي، ناس تقيله ورجال اعمال كبار. فين الناس دي من تدعيم النادي الاهلي؟ وفين الناس دي لما يبقى في يعني ليه ما عدناش بنشوف راجل زي ياسين منصور او يعني مش هو شخصه، يعني انا قصدي ليه ما عدناش بنشوف حد بيقوم بنفس الدور اللي كان بيعمله ياسين منصور في صفقات الاهلي قبل كده؟ ليه ما فيش كده؟ ليه دايما لما بندخل في صفقه بنفضل نعشم الجمهور بيها؟ وهرجع واقول لك تاني، بتعشموا الجمهور وبيفضل الجمهور مستني الصفقه، وفي الاخر ما بتعرفوش يعني احنا ما بنعرفش نتفاوض مع اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الاوروبيه او اللعيبه اللي احنا بنستهدفها بره، وما بنعرفش نتفاوض معاهم، ما بنعرفش نتفاوض مع الانديه بتاعتها. يعني ما هو معلش برضو، زي ما انت بتدور على مصلحتك، النادي التاني ده برضو بيدور على مصلحته. انت طالما عايز اللاعب ومحتاج اللاعب، اعمل النادي، يعني النادي مثلا عايز كاش، اديله كاش، اتصرف. يعني لما النادي الاهلي مش هيتصرف ويجيب الكاش، مين اللي هيجيب الكاش في افريقيا؟ ومين اللي هيجيب الكاش في مصر؟ امر غريب جدا بصراحه، وامر يعني الواحد كمان بقى عنده يعني حاله من الزهق وهو بيتكلم عنه، لانه يعني احنا كلنا مستنيين محمد علي بن رمضان، وانا مش هضحك عليك، انا واحد مستني محمد علي بن رمضان يجي النادي الاهلي، لان هو هيضيف وهيعمل نقله كبيره جدا
في الناحيه الفنيه للنادي الاهلي، ولكن مش محمد علي يعني. بص، اصل هتبقى مصيبه كبيره برضه، هتبقى مصيبه كبيره برضه ان احنا نجيب محمد علي بن رمضان ويقول لك سوء الانتقادات عن النادي الاهلي وقف على كده. هو محمد علي بن رمضان مش هيلعب لك وسط ملعب وجناح ومهاجم. احنا مش جايبين سبايدر مان ولا جايبين لك باتمان. احنا عايزين محمد علي بن رمضان، وعايزين جناح او اتنين على الاقل، وعايزين مهاجم مع اسامه ابو علي وكهربا. وجهه نظري اقل حاجه النادي الاهلي يجيبها 4 لعيبه. ففين الاداره من كل ده؟ فين الاداره من كل ده؟ انت النهارده يوم 7 سبتمبر. بطء وتقصير جامد جدا في ملف تعاقدات النادي الاهلي، واتمنى ان انا ما اتكلمش عن الموضوع ده تاني. اتمنى ان احنا نيجي يوم 12 واطلع اقول لك ان اداره النادي الاهلي كانت مخبيه لنا مفاجاه كبيره جدا، وان اداره النادي الاهلي كانت عامله لنا مفاجاه، وان احنا تعاقدنا مع كذا وكذا وكذا وكذا. اتمنى ذلك. اتمنى ان انا اقدر يعني اتمنى ان انا اخرج اقول لك كده. لغايه ما يحصل الموضوع ده مش عارف الصراحه ايه اللي هيحصل. مش عارف احنا هنخش الموسم الجديد بسكواد عامل ازاي، مش عارف، لانه السكواد بتاعنا قوي الحمد لله، ولكن انت هتبقى داخل كل مباراه حاطط ايدك على قلبك. لو سام لا قدر الله يتصاب، لا جناح من عندك لا قدر الله يتصاب، لا بيرسي تاو مثلا ما يبقاش في حالته المزاجيه اللي انت يعني. بيرسي تاو ده برده مشكله، في حالته المزاجيه هيقلب معاك ميسي. مش في حالته المزاجيه الكويسه بطه بلدي قاعده معاك. فهتبقى حاطط برده ايدك على قلبك. برده بيرسي تاو هيبقى في مزاجه ولا لا؟ رضا سليم متصاب كعادته ولا لا؟ فيعني اتمنى ان انا اخرج معاك بعد يوم 12 سبتمبر ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر. اتمنى ان انا اخرج معاك واقول لك انه النادي الاهلي فاجئنا كلنا، وبقى الموقف 10/10، وتعاقدنا مع محمد علي بن رمضان، وتعاقدنا معه. اتمنى ذلك. انت برضو قول لي رايك في التعليقات. شايف الامور التعاقديه في النادي الاهلي عامله ازاي؟ وشايف موقف الصفقات لغايه دلوقتي عامله ازاي؟ وشايف اداره التعاقدات في النادي الاهلي مستواها عامل ازاي لغايه دلوقتي؟ وهل انت مع احداث ثوره في ملف تعاقدات النادي الاهلي، واحداث ثوره في لجنه التعاقدات في النادي الاهلي ولا لا؟ وقول لي برضو رايك في اداء المنتخب المصري. شايف اداء منتخب مصر قدام الرأس الاخضر عامل ازاي؟ وتقيم كابتن حسام حسن في الماتش ده بكام من 10؟ وتقيم كابتن حسام حسن مع المنتخب المصري لغايه دلوقتي من ساعه ما تولى المسؤوليه. تقول لي رايك برضو في اداء كابتن حسام حسن. ولو عجبتك الحلقه ولسه ما اشتركتش في القناه، يلا بسرعه بقى اعمل لايك وسبسكرايب وفولو وشير. ما تنساش في الاخر تدعي لاخواتنا في فلسطين واليمن والسودان، ربنا ينصرهم ويعزهم ان شاء الله ويجعل النصر حليفهم. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. استودعكم الله. السلام عليكم.